السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشني جدا جدا جدا. النهاردة هعمل عصير اسمه بوظة. هو اسمه كده، اسمه بوظة. جوزي طلبه مني فجبت الطريقة على النت وعملتها، وعايزة اقول لكم سهلة جدا 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 في عمايلها، يعني جميلة جدا. اول حاجة جبت كوباية، حطيت فيها معلقة خميرة بس، وجبت طاسة اهي قدامكم، طريقتها سهلة جدا. حطيت فيها 4 كوبايات مية لغاية دلوقتي كده، يعني حطينا الخميرة اهي ورا، شايفينها؟ حطيت الكوباية الخميرة ورا، معلقة سكر ومعلقة خميرة، ادي 4 كوبايات مية حطيناها في الطاسة. اوعوا تكونوا تهتوا مني. وبعد كده هجيب كوباية الا ربع دقيق. بص اهي، كوباية الا ربع اهي، بصوا اهي، كوباية الا ربع دقيق. هدوبها على البارد الاول قبل ما احطها على النار. يبقى كده جبنا كوبايه، حطينا فيها معلقه سكر ومعلقه خميره، وحطينا معلقتين سكر في بردك مع الدقيق، وخليتها تخمر لوحدها. وهجيب هنا المشروب ده اسمه اسمه بوظه، مشروب مشهور. انا عن نفسي مش متقبله قوي، بس عندي زوجي بيحبه جدا جدا، فقلت اوريكم طريقته سهله جدا جدا. بصوا، كنت وانا بعمل اكل وهو طلبه مني. بفك التكاتل بتاع الدقيق قبل ما ارفعه على النار. وحشني جدا جدا يا حبايبي، شكرا جدا على تعليقاتكم الجميله. قبل ما احطها على النار، على فكره عايزه اقول لكم طريقته، اللي بيحب البوظه يعني طريقتها سهله جدا جدا. يعني هو اول ما قال لي اعملها لي، فانا عم بقول يعني ايه البوظه دي ومش عارفه ايه و... وزهقانه كده ان انا يعني هعمل ايه اللي هعمله، انا مش واخده على البوظه دي. فلقيت لا والله طريقتها سهله جدا جدا. تقريبا كمان عملتها مرتين في رمضان يعني. خلاص كده فكيت كل التكتلات. يبقى 4 كوبايات ميه على كوبايه الا ربع. بصي بقى، بصي اتحولت لايه، لنشا. بصوا، عايزه اقول لكم جميله جدا جدا. هسيبها لغايه ما تهدى، ماشي، هقفل عليها النار خلاص. بصي بكبكت خلاص معايا. هسيبها لغايه ما تهدى، واروح حاطه النشا مع كوبايه فاكرينها كوبايه الخميره اللي حطيناها اول حاجه عملناها اهي. شوفوا بصوا خمرت معايا ازاي، بصوا طلعت لغايه الغطاء. بصوا اهو، سهله جدا جدا جدا. وحطيت كيس فانيليا وانا بضربها في الخلاط. بس هذه الطريقه سهله جدا جدا جدا، وضربها في الخلاط، وكل ما تتقل معايا